السلام عليكم البنات واهلا بكم في قناتي لتجمع بين الثقافه والمطبخ المشرق والمغرب العربي. اليوم ان شاء الله بمناسبه المولد النبوي الشريف فرح نعمل احلى بسيسه روينه. على حسب المناطق، في مناطق يسموها روينه وفي مناطق يسموها البسيسه. راح نعملها بطريقه سهله وبسيطه، بمقادير مضبوطه. صدقوني، هاد الوصفه اكثر من رائعه وكلها فوائد، وعندها قيمة غذائية لا تحصى. راح تشوفوا هذا يرجع للمكونات تاعها. وطبعا من أساسيات نجاح هاد الروينة لازم مكونات تكون من نوعية جيدة، حتى تنفعنا لصحتنا، وفي نفس الوقت طعمها يكون يعني يطلع جميل او يطلع بنين. هنايا ديتكم معايا جولة خفيفة للمحل متعودة نشري منه هاد مكونات هاد البسيسة. والميزة تاع هاد المحل أو هاد العطار إنه يطحن لك أي حاجة حبيت تشريها، يعني تدي الحاجة طازجة فريش. يعني أي حاجة حبيتي تاخديها يطحنها لك. فعن جد ننصحكم به. أنا منطولش عليكم في هذا الفيديو، لأنه مجرد اني اديتكم فكره على المكان اللي اشتريت منه المكونات تاع البسيسه تاعي. لكن انا صورت لكم المحل، وان شاء الله راح نعمل لكم فيديو بعد هذا الفيديو بتاع البسيسه راح نعمل لكم الفلوج تاع هذا المحل. هنا جبت كل المكونات تاعنا مثل ما راكم شايفين. اول حاجه نبدا نجهزها اللي هو القمح، دقيق القمح. هنا بالنسبة للكمية أنا راح نستعمل 6 كيلات. الكيلة طبعا أنت على الحجم، تختاري الحجم اللي أنت حباها. أنا نستعمل هذا الكاس، ممكن تعملي لك يعني كيلة أكبر أو كيلة أقل، حاجة ترجع لك. المهم نفس الكاس اللي تحسبي به هو اللي الدقيق القمح تحسبي به كل المكونات. يعني هنا حطيت 6 كيسان أو 6 كيلات من دقيق القمح. وبعدها وش نعمل؟ نروح على نار متوسطة. المستحسن ان احنا نستعمل كاسرول تكون سميكة، حتى القمح تاعنا ما يحترقش واحنا بنحمصه. وطبعا من النقط المهمة انه نفضل نحرك يعني نطلع اللي يكون تحت نطلعه لفوق حتى نتأكد ان حمصنا كل الكمية بنفس الطريقة. بعد ما حمصت دقيق القمح، أنا راح نحمص دقيق العدس الأحمر. بنفس الطريقة نفضل نحرك حتى ياخد لون التحميصة بهذه الطريقة. ونكمل هنا راح نحمص دقيق الحمص بنفس الشكل. نفضل نحرك حتى ياخد اللون المطلوب. واخر حاجه نحمصها هو السمسم المطحون. بعد ما نحمص السمسم راح نتكلم على مقادير كل المكونات بالتفصيل. بالنسبة للمقادير مثل ما قلت لكم، هنا عندنا 6 كيلات من الدقيق القمح المطحون والمحمص. عندنا كيلة من الخروب المطحون. عندنا كيلة من المكسرات المحمصة والمطحونة. عندنا كيلة من السمسم المحمص والمطحون. هنا استعملت السمسم الأسمر، لكن اللي مش متوفر عنده السمسم الأسمر ممكن يستعمل السمسم العادي الأبيض. أنا استفضلت هذا النوع من السمسم لأنه عنده قيمة غذائية أكبر من الأبيض. بعدها نستعمل نص كيلة من دقيق الحميصة، دقيق الحمص طبعا لازم نحمصه ويكون مطحون. وعندنا كيلة من دقيق العدس الأحمر، نفسه هو لازم نحمصه وبعدين نطحنه. بعد ما نجهز كل هذه المكونات ناخد في جفنة كبيرة أو إناء كبير، ونحط كل المكونات في نفس الإناء بهذه الطريقة. أنا جمعتهم كلهم، وإن شاء الله هنخليكم كل المقادير تحت في صندوق الوصف، ممكن ترجعوا لهم. هنا نقطة مهمة، دقيق الحمص، دقيق الحميصة لازم نغربلوه، لأنه لما نحمصه يكون زي حبيبات. لازم نغربلوه حتى ما تفضلش متواجدة هذيك الحبيبات. بعد ما نخلط كل المكونات نبدأ نخلطها بإيدي هكذا حتى نتأكد إن هي اختلطت كلها مع بعض.
واندمجت مع بعض بهذه الطريقة. لازم نستعمل هذه الحركة بأطراف الأصابع حتى نتحصل على هذه النتيجة. هنا الخلطة البسيسة تاعنا راهي جاهزة، ما علينا غير الاحتفاظ بها. هنا ناخد إناء بلاستيكي طبعا خاص للأكل، ونحط فيه هذه الخلطة، وصدقوني ريحتها أكثر من رائعة. مجرد أن نحطها وانا نحطها في الإناء البلاستيكي كانت ريحتها طالعة، خصوصا لما حمصنا هذه المكونات الريحة ما شاء الله عليها. هنا نحتفظ بها مثل ما قلت لكم في إناء بلاستيكي، ونكمل الوصفة تاعنا. هنا عندي كيلة من العسل وكيلة من الزبدة. انا نوري لكم يعني النوعيه اللي تاع العسل اللي استعملتها والزبده، لكن طبعا انتم تستعملون النوعيه اللي متعودين عليها وتعرفوها. نحط كاس من العسل في كاسرول بهذه الطريقه، ونحطه على نار متوسطه. اول ما يبدا يعني القوام تاعو يرجع خفيف، نضيف عليه الزبده. حنا كيلة او كاس من الزبده نحطها في العسل بهذه الطريقة، ونبدأ نحرك فيها حتى نساعدها هنا تذوب بكل سهولة وتندمج مع العسل تاعنا. هنا ما ننساش نضيف رشة الملح، ونفضل نحرك حتى الزبدة تاعنا تذوب تماما وتندمج مثل ما قلت لكم مع العسل تاعنا بهذا الشكل. هنا راهي جاهزة، نطلعها من على النار ونرجع للخلطة البسيسة تاعنا، ونبدأ نضيف الخلطة على الخليط تاع الزبدة والعسل بطريقة تدريجية. نضيف كمية ونحرك، ونضيف كمية ونحرك حتى نتحصل القوام اللي احنا حابينه. طبعا القوام ما لازمش يكون ولا تقيل ولا خفيف زيادة، راح تشوفوا. لانه ما ننساوش انه البسيسه تاعنا اول ما تبدا تبرد حتتماسك اكتر، فما لازمش يكون القوام تاعها ثقيل في الاول. نفضل نضيف حتى نتحصل على القوام المطلوب مثل ما راكم شايفين. هنايا نروح نقدمها في صحن بهذا الشكل، نحط كل الكميه في صحن التقديم، ونحاول نسطحها ونبسطها ونسطح الوجه تاعها بهذا الشكل. وبعدها طبعا راح نروح للتزيين. وطبعا التزيين حاجة اختيارية مثل ما نقول لكم كل مرة. هنا كانت عندي حبيبات من الشوكولا، ضفتها على أطراف الصحن بهذه الطريقة، يعني تزيين بسيط. وكان عندي شوية من الكرز المجفف نفسه حطيته بهذه الطريقة. ممكن حتى تزينوا بأي نوع مكسرات متوفرة عندكم. أنا كان عندي شوية من الجوز أو عين الجمل، ضفته بهذه الطريقة. وهذا هو التزيين النهائي اللي تحصلت عليه. وهذه هي البسيسة الروينة اللي عملتها اليوم، مقادير مضبوطة، صدقوني طعمها أكثر من رائع، وقيمتها الغذائية يعني ما نقدرش نقول لكم مفيدة لكم وللصغار تاعكم. وننصحكم انه هذه الوصفة تعملوها حتى في الايام العادية، مش مجرد ان نعملها في المولد النبوي او في المناسبات، لانها صح صحية ومغذية. ففيديو تاع نهار اليوم البنات راه خلاص، نتمنى تكون عجبتكم. حاولت نعملها بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير مضبوطة، اي وحده راح تعملها ان شاء الله راح تنجح لها. وانا ما بقى لي غير نقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف، وان شاء الله عام يكون مبارك لينا وولادنا وكل العيله تاعنا وصحابنا. فيديو تاع نهار اليوم البنات خلص، انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، وان شاء الله نتلاقاو فيديوهات واحده اخرين. يلا البنات مع السلامه، باي باي.